الحلقة دي مختلفة، أوعدكم إنها مختلفة وهتعجبكم، هتعجب جزء كبير جدا جدا جدا. فهو تروحوا في أي حتة، كملوا الفيديو للآخر وهتتبسطوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي، يا رب دايما تكونوا بخير. زمان، يعني زمان قوي شوية كده من سني أنا، كان البيت مش مجرد 4 حيطان الناس بتتلم فيها عشان تاكل وتشرب وتنام وبس. لا، البيت كان ليه معاني كتيرة قوي. البيت كان دفى، البيت كان حضن، البيت كان حب، احتواء، لمة عيلة في كل المناسبات والمواقف. زمان ما كناش عايشين في البرود اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، بعد ما التكنولوجيا ما خدتنا في الدوامة السريعة اللي جريت بينا. يمكن مثلا اقدر اقول لكم من اواخر التسعينات بدأت التكنولوجيا تجري بطريقة سيئة جدا، خدتنا من عادات وتقاليد وحياة كنا عايشينها. كان بجد البيت المصري كان معنى مصغر للجنة في الأرض. كان فيه روح، كان فيه ريحة حب ودفى. كنت تشم ريحة الحب ده في أكلة بيتي معمولة بحب بالسمنة البلدي بتاعت زمان. كنت تشم ريحة الحب والدفى في الكحك والبسكوت في آخر رمضان. كنت تحس بالعادات والتقاليد والحب اللي أنا بتكلم عنه في اللمة بتاعت العيلة. إذا كان اللمة دي يوم جمعة بعد الصلاة بفطار فول وطعمية وبتنجان وعيش لسه جاي صابح من الفرن، إذا كان اللمة دي في رمضان وأيام رمضان ولمة العيلة كلها. مش معنى العيلة يعني الأب والأم والولاد، لأ، العيلة زمان كانت أب وأم وأولادهم وأخواتهم وولاد أخواتهم وولاد ولاد أخواتهم. كنت ممكن تلاقي لما في رمضان بتجمع عيلة من 30-40 نفر، وممكن يكون المكان صغير بس لممهم، حاوط عليهم حضن كبير لامم كل ده. طبعا دلوقتي للأسف الشديد مفيش الكلام ده. يعني مثلا لو جيت قلنا طبلية، طبعا أجيال كتيرة قوي وناس كتيرة قوي هتفتح بقها ايه طبلية دي. محدش بقى عارف يعني ايه طبلية، كله دلوقتي بقى عارف السفرة. لكن لمة الأكل كده على الأرض على الطبلية دي كانت على أيامنا احنا، أيام الخير والعز والدفى والحب. يمكن لما بفتكر الأيام دي أنا غصب عني عيني بتدمع، لأن الأيام دي يعني أبويا وجدي وعمي، ذكريات بتجمعنا بأحب الناس لقلوبنا. ناس فرقونا وسبقونا على دار الحق، وناس لسه ملينا بحبهم وبوجودهم، وبندعي يا رب يا رب يطول في عمرهم ويفضلوا محوطيننا بآخر رونق للعادات والتقاليد وطعم بيوت زمان. يمكن الأيام دي مليانة عادات وتقاليد لو رجعنا لها حاجات كتيرة قوي هتتغير في حياتنا وهتتحسن وهنبقى أحسن، وهنرجع نبقى في بركة وفي دفى وفي حكايات حلوة تتحكي. لأن حرفيا لو هنواجه نفسنا بجد هنلاقي ان احلى ذكريات ممكن نفتكرها ونحكيها لولادنا ولأحفادنا هي ذكريات زمان. لا طبعا ايام زمان ليها طعم تاني خالص غير دلوقتي. ايام الحاجة والدتي وكنا نعمل الكحك والبسكوت ولمة رمضان مع سلايفي واخواتي
ما بقاش الكلام ده يحصل دلوقتي. لا 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 لا، زمان غير دلوقتي خالص. دلوقتي ما فيش، صلة الرحم بقت بتتعمل بالعافية. المناسبات كده بقينا نتلم فيها بالعافية. لا غير زمان خالص. يا ريت زمان يعود تاني، يا ريت يعود. احلى حاجه في رمضان ان تيتا بتجمع العيله كلها وبنبقى مبسوطين. ويا رمضان كان حلو قوي السنه دي، ويا كل سنه بيبقى حلو عشان تيتا بتجمع العيله. ولما نتكلم عن ذكريات زمان يبقى نتكلم عن العيلة، مش مجرد العيلة الصغيرة أو الأسرة، لأ، أنا بتكلم عن الجد والجدة والعمام والعمات والخلان والخالات وولادهم وولاد ولادهم. وده مش هيحصل غير لو كانت العيلة كلها وحدة واحدة مترابطين، دايما بيتجمعوا، دايما في ظهر بعض. مهما حصل من خلافات ومهما حصل من مشاكل نرجع للأصل دايما اللي هي لمة العيلة. احنا الناس الكبيرة دلوقتي بنحاول نلم اللي راح بتاع زمان، وبنجمع اخواتنا وولادهم وولاد ولادهم. يا ريت بقى الأجيال اللي طالعة تحافظ على اللي احنا بنعمله دلوقتي. أنا بتكلم من قلبي معاكم الحلقة دي بجد، لأني حلقة لمسة قلبي قوي، وأنا واثقة إن هي هتلمس قلوب كل الفئات العمرية اللي معدية 20 أو 25 سنة. من العادات الحلوة جدا اللي كانت موجودة زمان واللي للأسف كادت أن تندثر دلوقتي، لمة العيلة حوالين الطبلية أو حوالين الأكل عامة. مفيش حاجة اسمها كل واحد يجي من بره يخش يغرف ويخش أوضته ياكل زي ما بيحصل دلوقتي. كل شخص بيجي من بره يخش يغرف ويخش أوضته يشغل الموبايل يتفرج على الحاجة بتاعته ويحط السماعات ويقعد ياكل مع نفسه ويشيل الأكل وخلاص. مكانش فيه الكلام ده زمان لو الشخص من دول بيموت من جوه، خد لك تصبيرة، اللي هو اعمل لك لقمة، خد لك حتة لحمة على حبة رز وشوربة. الكلام ده الناس القديمة هتفهمه كويس. خد تصبيرة كبد والقوانص بتاعت الفراخ لغاية ما نحط الأكل وناكل كلنا سوا. فكان في بركة، وكان في إحساس بطعم الأكل، إن مفيش حاجة اسمها كل واحد ياكل لوحده. فالأكل كان فيه بركة، الحياة كان فيها بركة، طعم الأكل كان فيه بركة. يا ريت الناس ترجع الحاجات دي، ويبقى في نظام في البيت، ان لا مفيش حاجه اسمها ان انت هتاكل لوحدك وده ياكل لوحده. احنا هنستنى بابا لما يجي عشان نتجمع كلنا على الاكل، اذا كان بقى على السفره او على الطبليه او على الارض، مش فارقه كتير. المهم نتجمع ونرجع نحس بالبركه بتاعت بيوت زمان اللي كان فيه طقوس ثابتة وموحدة في البيوت المصرية كلها. من أول كلمة صباح الخير اللي شبه بقت مش موجودة دلوقتي. الأم تصحى من بدري، تصحي ولادها وتعمل لهم الفطار وتفطرهم قبل ما ينزلوا المدرسة وياخدوا سندوتشاتهم، وكلمة يلا صباح الخير، يلا صباح الخير، يلا المدرسة، يلا صباح الخير، لغاية آخر كوباية شاي بتتشرب بالليل بعد العشاء عشان نحبس. الطقوس دي كانت جميلة قوي، واللي عايشين فيها دلوقتي وبيطبقوها حاسين بطعم الحياة. لكن البيوت اللي ما بقاش فيها الحاجات الجميلة والبسيطة قوي دي، أكاد أجزم لكم إنهم عايشين في برود تام. طيب أفكركم برضو بحبة طقوس كده في المناسبات. زي ما قلت قبل كده، الفطار بتاع يوم الجمعة بعد الصلاة، لما الرجالة تيجي من بره تلاقي الست كده أو بنات العيلة أو أيا كان الستات الموجودة مين محضرين الفطار، الفول والطعمية والبتنجان والمخلل والعيش الصبح، ويقعدوا كده كلهم ياكلوا مع بعض زي زينة رمضان اللي في الشارع واللي في البيوت، زي ريحة كحك العيد وبسكوت العيد وهم بيتعملوا في البيت، وستك قاعدة وأمك قاعدة وخالاتك، وإذا كانت
عمتك او عماتك او كلهم بيشتغلوا مع بعض، اللي بتعجن واللي بتقطع من المكنه بتاعت البسكويت واللي بتنقش. اذا كان مثلا صينيه الفته بتاعت العيد الكبير، اول ما نرجع من صلاه العيد كده ونلاقي صينيه الفته السخنه كده وريحه طشه الثوم بالخل واللحمه كده محطوطه، يا جماعه الحاجات دي بجد بجد. يعني مثلا زي الاطفال الصغيرين لما كنا اطفال كنا بنبقى فرحانين جدا بلبس العيد وبنعامله معامله خاصه بطريقه غير طبيعيه. يعني بجد كان لبس العيد ده ليه طقوس جامده جدا جدا جدا. يعني انا لما كنت صغير كنت بحط اللبس على السرير عشان ما يتكسرش، وبفضل نايم على الارض لحد ما اسمع تكبيرات العيد. بعدين بلبس اللبس وبنزل، كنت بسلم على جد وابويا وامي والعيله كلها يعني، وبنزل اخد العيديه وبروح صلاه العيد. بعدين بنزور قرايبي، وبعدها بقى ايه النومه بتاعتها بقى لحد ما العيد يخلص. بس كده. فرحه يوم العيد بعد ما نفطر مع الاهل، واذا كان الشاي بلبن والبسكوت والكحك اول يوم العيد الصغير، او صينيه الفته في العيد الكبير، وننزل ناخد بقى العيديه وننزل نجيب بومب ونفرقعه. ما كانش فيه صواريخ زمان بيتهيألي، هو البومب بس. نأجر عجله. ايام زمان لما انا كنت لسه صغيره كان في حاجه اسمها علي عوض، اعتقد ان برضو ناس كتير قوي مش هتعرفها. علي عوض دي عربيه كارو بيسوقها شخص ما، وكنا بندفع فلوس عشان نركب وراه على العربيه ويمشي بينا في الشارع، ونقابل عربيه تانية زينا جايه من الناحيه دي، فنقعد نشاور على بعض ونضحك ونهزر. والعجل كان لازم يبقى متزين بالزينه، ومش مجرد عجل كده وخلاص، لا، كان في يعني يا جماعه بجد سعاده غير طبيعيه وحاجات بسيطه قوي بس كانت بتفرحنا بطريقه غير طبيعيه. الحاجات دي راحت فين؟ فين طعم بيوت زمان وطعم الخير بتاع زمان؟ فين؟ وبرضو من الطقوس والعادات بتاعت زمان الضيف زمان كان حاجة كبيرة قوي وحاجة عظيمة قوي. كان في أوضة اسمها أوضة الضيوف، دي كانت مخصوص عشان خاطر الضيف، دايما مقفولة نظيفة متهوية متنضفة، استحالة حد يخش يكركبها. ليه؟ لأن في ضيف هيجي في أي وقت، فلازم الأوضة دي تبقى نظيفة وجاهزة. فكان احترام الضيف، لازم كل البيت يبقى في استقباله ويرحبوا بيه ويتقدم له أحلى وأغلى حاجة موجودة في البيت. بس كان برضو في حاجة اسمها الجودة بالموجود، يعني مش ما كانش يجي ضيف فالأم تجري خد انزل هات مش عارف ايه وانزل هات ايه وانزل هات ايه. طالما في حاجة تتقدم ويتضايف بيها الضيف ده، خلاص الجودة بالموجود. برضو دي من الحاجات اللي تربينا عليها وتعلمناها في بيوت أهالينا، وبنتمنى ان احنا نكون ربينا عليها أولادنا عشان نحافظ عليها قدر المستطاع قبل ما تختفي من حياتنا. برضو من الحاجات اللي شبه اختفت دلوقتي ألعابنا بتاعت زمان. كنا زمان مفيش بقى لا تاب ولا لاب ولا موبايل ولا الكلام ده كله، ولا حتى كان فيه كمبيوتر. فاحنا تربينا على اللعب في الشارع، واللعب في الشارع أيام زمان غير دلوقتي. كان فيه أمان، كان فيه نظافة، كان فيه عين بص على كل الأطفال اللي في الشارع وبتحافظ عليها. فبجد أطفال زمان استمتعوا بطفولتهم جدا جدا. طفولتهم ما اتسرقتش زي الأطفال بتاعت دلوقتي. أطفال دلوقتي من طفل تلاقيه عنده 2-3 تلاقيه ماسك التاب أو اللاب ما بيشيلش عينه من عليهم حرفيا.
ألعاب، فيديوهات من على اليوتيوب، مش عارف ايه. اتسرق طفولتهم بجد. الأطفال بتاع دلوقتي صعبانين عليا. ما يعرفوش يعني ايه تنمية مهارات ذهنية وعصبية وحركية. ما يعرفوش يعني ايه لعب ما بين أقرانك وما بين أصحابك وما بين أصدقائك. ما يعرفوش الحاجات دي. يعني لو جيت دلوقتي للأطفال بتوع دلوقتي اللي هم أقل من العشرينات، نادر لما هتلاقي حد فيهم يعرف يعني ايه 7 طوبات. نادر لما تلاقي حد فيهم يعرف يعني ايه أولى. نادر يعني مثلا لما تلاقي حد يعرف يعني استغماية، اللي هي الاستغماية بتاعت الشارع، كيكة على العالي وكيكة على الواطي، شد الكوبس كهربا. كل الألعاب دي الأجيال بتاعت دلوقتي ما تعرفهاش. يعني لو نطقتها قدامهم مثلا يقول لك ايه ده، يعني ايه اللي انت بتقوله ده، يعني ايه الكلام ده. طبعا من أحلى العادات والتقاليد اللي اتربينا عليها من زمان، واللي كل بيت مصري أصيل عنده بنوتة متجوزة، إن البنوتة دي ما ينفعش تيجي بيت أهلها وتنزل من غير ما تعبي من خيرات ربنا. حتى لو هتنفض البيت عادي جدا جدا جدا، وكمان بتطلب حق المواصلات وهي نازلة. تعالوا نشوف. بقول لك يا ماما، نعم. انا محتاجه شويه حاجات كده من عندك. طبعا اتفضلي. مثلا مش هيخسر. ايوه. بطاطس دي عايزاها في حاجه؟ لا ابدا، كنت جايباها ديكور يا ماما. ماشي يا ماما، انا مش لك بطاطسيتين يعني. لا يا حبيبتي خديهم، وعلى ايه كتر خيرك. خديهم يا ماما، خديهم. يا ست الكل، عشان لو احتجتي بس تاكلي حاجه خفيفه كده بالليل. لا والله يكفيك الخير. يعني بس. ايوه. وهاخد لي ازازتين من دول. وماله، ماشي حاضر. وكم كيس ملح. ايوه. عندك ملح حلو نضيف. ممكن اخد باكو الشاي ده برضه، انت بتشربي الشاي قوي يعني. ايوه صح، انا بقول كده برضه. هو ايه اللي موجود فيه؟ لا مالناش دعوه بيه ده. التلاجة فيها ايه طيب؟ والله اتفرجي. قالب الزبده ده انت عايزاه في حاجه؟ لا، انا هعوزه في ايه؟ ماشي. انا جايباه احطه على بشرتي. ماشي. وفي علبة جبنة مقفولة حلوة برضه. في علبة وفي حلاوة. في الفريزر برضه حاجات حضرتك نسيها. حلوة، هاخد لي كيس عيش. والله بكسل انزل اجيب عيش الصبح. ما انا عارفه. انا بقول كفاية كده. لا ليه يا ماما؟ لا كفاية كده الحمد لله. ما تشوفي كده، لو عايزه حاجه من الاطباق، عايزه حاجه من المطبخ لا كده كده. عندي. في صابون غسيل عندك، وفي غسيل جل، وفي داوني. لا. يا شيخه. عندي برضه والله. يا شيخه خدي يا شيخه. لا يا شيخة خلاص كفاية كده. طب ماشي زي يلا، بعض. السلام عليكم بقى. طبعا بتبقى امتع واحلى اللحظات لاي ام لما تلاقي بنتها بتقلبها وهي ماشيه، لا وكمان بتطلب فلوس المواصلات وهي نازله. ربنا يبارك لنا في بناتنا وفي ولادنا، يبارك لنا في امهاتنا وابهاتنا واهلنا وعيلتنا. يا رب يا رب يفرح قلب كل ام بولادها، بنات او شباب، ويحافظ على شبابنا من المجتمع الصعب اللي احنا بقينا فيه دلوقتي. نحاول يا جماعه نرجع البيوت القديمه، لان البيوت القديمه كانت بسيطه بس غنيه قوي، غنيه بالمشاعر وبالحب، غنيه بلمه العيله وبالتكاتف والترابط، غنيه بعاداتنا وتقاليدنا اللي يا رب نحافظ عليها وما تندثرش. والبيت اللي يقدر يحيي هذه العادات والتقاليد والطقوس يبدأ في ده، ما يقولش لا خلاص ده كان زمان وما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي. لا، نقدر نرجع طعم بيوت زمان في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. لو كل أسرة فينا
حاولت بقدر المستطاع إنها تطلع أحسن ما فيها من عادات وتقاليد، هنلاقي نفسنا الأسرة دي والأسرة دي والأسرة دي بقى مجتمع قايم على عادات وتقاليد حلوة، ويرجع طعم البيوت بتاعت زمان اللي بجد كان ليها ريحة وطعم وطعامة ملهاش حل. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تكون الحلقة خفيفة عليكم وتعجبكم. أتمنى بقى اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس، على رأي مريومة بنتي اللي عامل كده يفعله عشان أي فيديو جديد ينزل يوصل لكم. لو في أي تعليقات حتى لو نقد سلبي على الأداء أو على المواضيع اللي بتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات. لو عندكم أي مشاكل، لو أي حد فيكم عنده أي مشكلة يتواصل معايا خاص يحكي لي المشكلة، أنا هطلع أقولها للناس ونحاول نلاقي لها حل مع بعض. حتى لو مش هنلاقي حل، كفاية إن احنا بنفضفض، كفاية إن حد تاني يسمع المشكلة دي فيتعظ قبل ما يقع فيها. بنت أخويا وأنا بقول لها يعني استعنت بأهلي في الفيديو ده زي ما احنا ما شفنا، فبنت أخويا بقول لها تعالي صوري معايا، فبتقول لي هتديني كام؟ مش انت بتعملي الفيديوهات دي عشان تكسبي فلوس؟ والله 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 وربنا شاهد عليا ان انا غرضي من القناة دي توعية الناس. ان انا لو فيديو واحد، يعني انا لو بعد عمر طويل وقت ما خلاص رسالتي في الدنيا دي انتهت وكنت عاملة 2000 فيديو على القناة، وفيديو واحد بس حد شافه واستفاد منه او طلع منه بمعلومة او فاده في حياته وخلاه يتحسن في رأي او في طريق كان ماشي فيه او شخص واحد بس لو استفاد من الفيديوهات بتاعتي دي وجابت معاه نتيجة او غيرت في حياته للأحسن بأي شكل من الأشكال، هو ده مكسبي. أنا مش عايزة أي حاجة تاني، أنا عايزة كلامي يوصل للناس، عايزة فيديوهاتي توصل للشباب وللرجالة وللسيدات وللبنات. لو فيديو بيتكلم عن حاجة وحشة الشباب والرجالة بيعملوها وواحد بس سمع الكلام وأثر فيه وبطلها، دي مكسبي. لو مشكلة بقولها وفي بنوتة تانية سمعت المشكلة بتاعت البنوتة الأولانية واستفادت وما وقعتش في الغلط ده مكسبي. لو أسرة كانت مثلا هتنهار وهيحصل طلاق وسمعوا كلامي عن الطلاق وعن أثر ده على الولاد والكلام ده أثر فيهم وخلاهم يرجعوا ويحافظوا على بيتهم، ده مكسبي. فده مش هيحصل غير لما يحصل دعم منكم. طبعا اشتراككم بيعلي القناة عندي ويخليها توصل لناس تانيين، لايكاتكم، تعليقاتكم، كل ده بيخلي القناة تتشاف اكتر، فهيستفاد من كلامي ناس اكتر. الفيديو لو ما بيمثلكش انت او ما بيمثلش حاجة انت بتواجهها هيمثل لناس تانية. اتمنى افيد شخص واحد بس، واتمنى ان اكون خفيفة على قلوبكم، وزي ما قلت لكم مستنية تعليقاتكم، انتقادكم، مشاكلكم. السلام عليكم.